هي الوحيدة التي نزفت من أجل دموعها، هي الوحيدة التي نزفت من أجل دموعها، حتى تعرف كيف أن الأم غاية الحنان وغاية الروعة وغاية العطاء. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وبصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. نسي الناس إلا أمي، عقني الجميع إلا أمي، تغير علي العالم إلا أمي. كم غسلت خدودك بالدموع حينما سافرت، وكم عفت المنام يوم غبت، وكم ودعت الرقاد يوم مرضت. لا تنامين أبدا حتى يزور النوم جفني، ولا ترتاحين حتى يحل السرور علي. إذا ابتسمت ضحكت ولا تدرين ما السبب، وإذا تكدرت بكيت ولا تدرين ما الخبر. تعذرينني قبل أن أخطئ، وتعفين عني قبل أن أتوب، وتسامحينني قبل أن أعتذر. ليتني أغسل بدموع الوفاء قدميك، وأحمل في مهرجان الحياة نعليك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. من أصبح وعنده أبوان عليه راضيان فتح له بابان إلى الجنة، ومن أمسى وعنده أبوان عليه غاضبان فتح له باب إلى النار والعياذ بالله. كل أمور الإنسان الذي يقصر فيها أو يفرط فيها قد تؤجل له في الآخرة إلا عقوق الوالدين، فستراها وتذوقها في الدنيا قبل الآخرة. يا أخي الحبيب، يا أختي الكريم، عندك كنز من كنوز الجنة. أنا والله كنت أتلذذ وأنا أقبل باطن قدم أمي. أمهاتكم وآبائكم الله الله، الفرصة والله موجودة عندك. عندك كنز عظيم، عندك باب من أبواب الجنة لا تفرط فيه. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك
إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.